عارف يعني ايه تجري طول عمرك ورا حلم ولما توصل له تكتشف ان انت كل ده كنت بتجري في طريق غلط؟ عارف انك تضغط على نفسك وتكسر نفسك وتضحي وتحاول تعمل حاجات كتير قوي عشان توصل للي انت عايزه عشان حاجة كنت فاكر ان هي هتسعدك وفي الاخر تلاقيها سراب. في ناس يا جماعة بتضحي بصحتها وحياتها واصحابها واهلها واحيانا بروحها وكل ده تحت شعار انا عايز انجح، بس في حقيقة الامر ده مش نجاح، ده طموح اعمى. بتجري وبتتعب وبتشقى وكأنك زي اللي بيجري في صحراء مش عارف هيكسب ايه وهيخسر ايه وفين اصلا بداية الطريق. اشرف من وهو صغير كان عنده طموح عالي جدا وكبير جدا ان هو يوصل لاعلى المراتب، وكان نفسه يبقى رجل اعمال ناجح جدا ومش شايف اي حاجه في حياته غير الطريق ده والحلم ده وان هو في يوم من الايام لازم يوصل. ساب اهله وساب اصدقائه وساب كل اللي حواليه، حتى مراته وعياله كانوا اخر حاجه بيفكر فيها واخر اهتماماته. فضل يعيش ورا الحلم ده ويجري وراه كأنه في سباق ما بيخلصش وما بينتهيش، وفعلا وصل ان هو يحقق الحلم ده وبقى غني جدا ومعاه فلوس، وهنقول ان هو رجل اعمال كبير جدا. بس قصاد ده لقى نفسه وحيد معهوش حد. في مقابل ان هو بيجري ورا الفلوس والطموح بتاعه الاعمى ده، مراته سابته واولاده مش عايزين يشوفوه والعلاقه ما بينهم ما كانتش احسن حاجه. في يوم من الايام اشرف دخل مكتبه وقعد بيشرب القهوه وفضل يفكر ما بينه وبين نفسه، هو اللي انا عملته ده كله هو ده فعلا اللي انا كنت محتاجه؟ انا دلوقتي معيش حد ومعايا فلوس كتير جدا وضيعت عمري كله وصحتي راحت عشان ايه في الاخر؟ القصة دي مش عند أشرف بس، القصة دي بتدور حوالينا مع ناس كتير جدا. طيب إيه اللي ممكن نتعلمه أو نفهمه من قصة أشرف والطموح اللي كان عنده وحتى الحاجات اللي هو حققها؟ أول حاجة، في مشكلة واضحة جدا في طريقة تفكيره ناحية طموحه وهدفه اللي عايز يحققه. الطموح اللي من غير وعي عامل بالظبط زي واحد ماشي معاه كشاف في دنيا ضلمة، المفروض يوجه الكشاف لقدام، بيوجه الكشاف تحت منه، هو بس شايف خطوة خطوة لكن مش شايف نهاية الطريق عاملة ازاي. الطموح الأعمى بيخليك تبص للمادة على إنها أهم وأساس حاجة في الدنيا وما تبصش على حاجات تانية ممكن تفرق معاك. بيخليك تحس إن السعادة في لقب أو في منصب أو في رقم معين، وبتنسى إن السعادة الحقيقية في التوازن، في راحة البال وراحة القلب، في وجود الناس اللي بيطمنوا وانت بتطمن بوجودهم. طيب لو الطموح الأعمى عندنا واحنا مش عارفين هيأثر علينا بشكل عامل ازاي؟ أول حاجة، بتخسر صحتك ودايما بيكون عندك توتر وقلق وقلة نوم بشكل دايم. تاني حاجة، بتخسر علاقاتك، ناس بتحبك وبتستناك في الآخر ما بتلاقكش عشان انت دايما مشغول. آخر حاجة، بتخسر نفسك لأنك في الآخر بتلاقي نفسك وحيد ومفيش طعم للحاجات اللي انت حققتها. ممكن تكون وصلت لقمة الجبل وحققت حاجات كتيرة جدا بس في الاخر هتكتشف ان كل اللي انت عملته ده غلط. طب ايه الحل بقى في كل المشكله دي؟ اول حاجه تعملها انك تربط طموحك برضا ربنا مش براي الناس. خليك طموح ودي عمرها ما كانت عيب، بالعكس دي ميزه قويه جدا، بس حط عينك على اخر الطريق، مش تبص على الخطوه اللي انت فيها وتفضل باصص تحت رجلك. حاول تحافظ على صحتك وعلاقاتك لان النجاح من غيرهم خساره. في سؤال مهم جدا حطه في بالك دايما واساله لنفسك، هو اللي انا هستفاده يستاهل اللي انا هخسره؟ طيب خلاصة الحلقة دي ايه؟ الطموح مش غلط، بالعكس الطموح هو اللي بيحرك الحياة، بس الطموح الأعمى هو اللي بيدمرها. خليك طموح بس بوعي، شغل دماغك وخلي دماغك دايما صاحية. خلصنا حلقة النهاردة، أنا عبد الله مصطفى وبساعدك بخطوات عملية تعيش حياتك بتركيز أكبر. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. سلام.